كذلك تخدم كذلك لا من الحراس ولا من اللاعبين. اذا يتقدم هنا لاعب تيا يتلقى الاشاره، تيا يتقدم يسجل الهدف الاول. الهدف الاول للمنتخب المالي، 1-0 لمالي، 1-0 اذا لمالي مشاهدينا الكرام عن طريق لاعب تيا. هذه الاعاده مجددا، تيا حط في الشباك، الحارس اختار الجهه اليمنى. الان الركله الاولى للمنتخب المغربي. محمد رضوان يتقدم لتنفيذ الركله الترجيحيه الاولى للمنتخب المغربي امام الحارس كوني. خد وقت كثير في وضع الكره اللاعب محمد رضوان، ان شاء الله يكون واثق من نفسه، ان شاء الله يكون واثق من نفسه. محمد رضوان يتلقى على الاشاره في هذه الاثناء، رضوان يتقدم، رضوان يسجل بطريقه رائعه جدا، طريقه مميزه لا يفعلها الا اللاعبين الكبار. هذه تعطيك فكره واضحه على الثقه اللي واخذها اللاعب محمد رضوان، لانه يعني ليس من السهل انك تلعب كره بهذا الشكل تقريبا في سقف المرمى. في سقف المرمى كانت مستحيله على حارسي المرمى، نفذت بطريقه مميزه جدا من اللاعب محمد رضوان. سيمبارا الان في الركله الترجيحيه الثانيه لمنتخب مالي. اذا سيمبارا ياخذ وضعيته وللتسديد، سيمبارا وطه بن غزيل، سيمبارا وطه، هذه لا تسجل يا طه، عندك يا طه، عندك يا طه، دخلت يا طه، معليش 2-1 للمنتخب المالي. مشاهدينا الكرام هذه الاعاده، شوف طه شويه وكان ممكن يصدها، طه معليش انا حاول فيها طه بن غزيل. عموما مالي تتقدم مره اخرى بهدفين مقابل هدف واحد. اذا الركله الترجيحيه الثانيه للمنتخب المغربي. عبد الحميد معلي هو الذي يتقدم، اللاعب اللي دخل احتياطي في شوط المباراة الثاني. عبد الحميد يتلقى الإشارة، عبد الحميد يضيع، عبد الحميد يضيع الركلة الترجيحية الثانية، وبالتالي تقدم مالي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. هذه الإعادة مجددا، هذه الإعادة مرة أخرى. هنا مشى الحارس المرمى، مرت بمحاذاة القائم الايسر، وبالتالي اول ركله ترجيحيه تضيع. عبد الحميد معلي ان شاء الله يرجعنا للتعادل طه بن غزيل. اذا يتقدم اللاعب كوني لتنفيذ الركله الترجيحيه، كوني يسعد للتنفيذ امام طه بن غزيل، حكم يعطي اشاره التنفيذ. كوني يتقدم، سجل 3 مقابل 1 الان. شوف لما تضيع يصبح الفارق هنا واضح، خاصة أن مالي هو أول من نفذ ركلة الترجيح. هذه الإعادة مرة أخرى كامل التركيز، كل دقة كوني يوضع في المرمى. إذا من سينفذ الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب المغربي. يتقدم الآن اللاعب بختي لتنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة. بختي يسعد لتنفيذ امام الحارس كوني. بختي يتقدم، بختي يضيع. صعبة الامور الان على المنتخب المغربي يا سعيد، وعلى المنتخب المغربي. المدافع هنا من نفذ ركلة الترجيح، بختي والحارس يتصدى بهذه الكيفية. الركلة الترجيحية الرابعة الآن للمنتخب المالي. إذا ستلعب الركلة الرابعة لمالي، حكم يعطي الإشارة الآن. إذا تجي الإشارة في هذه الأثناء.
الركله الرابعه يصد طه بن غزيل. برافو، يصد طه بن غزيل المغربي. خلي بصيص من الامل للمنتخب المغربي. اول تصدي بالنسبه لطه بن غزيل. مشاهدينا الكرام، اول عمليه تصدي واول ركله ضايعه للمنتخب المالي. هنا الاعاده، ممتاز طه بن غزيل، ممتاز. هنا القرار باتجاه الجهه اليسرى. بالتالي تبقى النتيجه 3-1. اذا 3-1 في هذه اللحظات. تلعب الركله الان لعناصر المنتخب المغربي. حموني يسعد لتنفيذ الركله في هذه الاثناء. حموني يتقدم، حموني يسجل، حموني يسجل. نعم، 3-2 في هذه اللحظات، 3-2. والان الركله الخامسه. هذه الاعاده مجددا، الكره الماضيه الخامسه في هذه الاثناء. إذا مالي تسجل الأمور انتهت، إذا ضيع تتواصل. إذا الركلة الأخيرة للمنتخب المالي. مشاهدينا الكرام، طه بن غزيل، الحكم يعطي إشارة. تلعب هذه الركلة، طه بن غزيل برافو، طه بن غزيل برافو في هذه اللحظات. يتصدى للركلة الثانية أمام ديارة، يتصدى أمام ديارة، وبالتالي عودة الأمل مجددا للمنتخب المغربي. هذه الإعادة مرة أخرى. طه بن غزيل يعيد المغرب للمباراة مرة أخرى في هذا الصراع. برافو طه بن غزيل، برافو طه بن غزيل. الأمل يبقى موجود، لكن أيضا يجب التركيز في هذه الركلة. مشاهدينا الكرام، يتقدم عبد الحميد أيت بودلال لتنفيذ هذه الركلة الخامسة لفائدة المنتخب المغربي. عبد الحميد أيت بودلال ياخذ الوضعيه الان لتسديد هذه الركله. عبد الحميد أيت بودلال يتلقى الاشاره. أيت بودلال يسجل، أيت بودلال يسجل وتتعادل الامور. لا صار التعادل بين المنتخبين. شوف، عوده قويه للمنتخب المغربي، عوده قويه. برافو شباب، برافو شباب. الان يتواصل هذا المسلسل المثير، مسلسل مثير جدا في ركلات الترجيح. عدنا من بعيد بعد ما تم تضييع ركلتي جزاء، ولكن طه بن غزيل يتعملق، طه بن غزيل يتألق، طه بن غزيل مرة أخرى يعيد المباراة إلى نقطة الصفر. هذه الركلة الترجيحية الآن السادسة للمنتخب المالي. إذا المالي يتقدم لتنفيذ والدومبيا. الركلة السادسة لدومبيا في هذه اللحظات. إذا دومبيا يستعد للتنفيذ. طه بن غزيل ياخذ وضعه. دومبيا يتلقى الإشارة، دومبيا يتقدم، دومبيا يتقدم، دومبيا يسجل، دومبيا يسجل في هذه اللحظات، دومبيا يسجل في هذه اللحظات. والركلة الترجيحية السادسة للمنتخب المغربي في هذه الأثناء. هذه الإعادة مرة أخرى، الكرة الماضية والتسديدة من دومبيا. إذا من سيسدد من جانب المنتخب المغربي؟ ننتظر تنفيذ متوكل على ما يبدو في تنفيذ الركله الترجيحيه. بن كتيبه، محمد امين كتيبه يتقدم، كتيبه يتقدم، كتيبه يسجل، كتيبه يسجل في هذه اللحظات. والتعادل يتواصل مشاهدينا الكرام. يا سعيد يا شيبه، لازال يحافظ على حظوظه، لازال حي في هذه المباراه. هذه الاعاده مره اخرى، الركله الترجيحيه اللي نفذها بشكل ممتاز محمد امين كتيبه. إذا الآن المجال للماليين، والركلة لمنتخب مالي. يتقدم اللاعب سانوغو. يلا يا بن غزيل، يلا يا بن غزيل، هذه عندك بن غزيل، هذه عندك. ويتقدم سانوغو الآن للتنفيذ. طه جيبها يا طه. سانوغو جيبها يا طه. سانوغو جيبها يا طه. يتقدم سانوغو. طه سانوغو ويسجل سانوغو. سجل سانوغو. هنا تحرك شويه قبل، خذا قرار بسرعه في تنفيذ الركله. الحموني واضح التاثر على اللاعب، واضح التاثر على اللاعب الحموني. يعني مهما كان مصير ركلات الترجيح انتم ابطال، انتم ابطال حقيقه، لم يستسلموا. وبالتالي هنا الحوار لازال متواصل. الركله الترجيحيه الان المنتخب المغربي. متوكل يا سعيد،
لا لتنفيذ الركله الترجيحيه. هذه ليلتنا مع كوني. إذا المتوكل يتنقل الإشارة، يتقدم المتوكل. متوكل يسجل. برافو المتوكل. وقف الحارس، ثبت الحارس في مكانه. شوف لقطة معبرة، الحموني يذرف الدموع في هذه اللحظات. شيء النية لاعب يتأثر كيف ما كان الحال، ولكن اليوم نعم انتم ابطال يعني صورة معبرة عن لاعب طموح ولاعب يريد الانتصار. هذه الروح الانتصارية اللي الآن صارت عند اللاعبين الفتيان وتكبر معهم ان شاء الله. اذا في ركله ترجيحيه الان لفائده منتخب مالي في هذه اللحظات. 5-5 بين الطرفين. 5-5 بين الطرفين. ستلعب الركله الترجيحيه في هذه اللحظات لفائده المنتخب المالي. الاشاره تاتي بالغوزيل. برافو بالغوزيل. يا سلام عليك بطل يا ولدي، بطل يا ولدي. بالغوزيل يتألق. يا لا من عودة للمنتخب المغربي، يا لا من عودة يتعملق في هذه الكرة. برافو يا ولد، برافو. ثقتي فيك كبيرة يا بنغوزيل، لم تخيب ظننا يا بنغوزيل في التصدي ولا أروع. بنغوزيل على طريقة ياسين بونو يتألق في هذه المباراة. الركلة الترجيحية الآن لفائدة المنتخب المغربي. فؤاد الزهواني هو من يتقدم لتنفيذ هذه الركلة. إشارة تأتي. فؤاد. برافو لأشبال الأطلس. برافو سعيد يا شيبة. منتخب يرفع الراس، منتخب أعادنا إلى ذكريات كأس العالم، منتخب أعادنا إلى ذكريات المغرب وإسبانيا. هذا المغرب، هؤلاء أشبال الأطلس على درب وخطى. أكيد صعود الأطلس من قطر إلى قسنطينة، من الدوحة إلى قسنطينة. هناك مع ياسين عشنا أجمل اللحظات، وهنا عشنا معك يا بنغوزيل أجمل اللحظات. برافو لأشبال الأطلس، برافو سعيد شيبة. جابوها الأولاد، والله جابوها الأولاد وفرحونا، جابوها الأولاد ورفعوا رؤوسنا، جابوها الأولاد وشرفونا. هكذا هم الصود الأطلس، بل هكذا هم أشبال الأطلس. المغرب لا زال حيا في هذه البطولة، والمغرب سيتألق ويواصل المشوار. افرح يا سعيد، هذه ليلتك يا سعيد. هكذا ردة فعل سعيد شيبة. سعيد يسعدنا، سعيد يفرحنا، سعيد يأهلنا إلى المباراة النهائية أمام السنغال. مليون مبروك لأشبال الأطلس والراية المغربية خفاقة هنا في قسنطينة، هنا في الجزائر. لا صوت يعلو على صوت المغرب، ولا صوت هنا يعلو على صوت الأشبال. والراية خفاقة. فرحة كبيرة وهنيئة لكل المغاربة من طنجة العالية للقويرة العزيزة. المشوار يتواصل والنهائي سيجمع المغرب مع السنغال. مرة أخرى مبروك، ألف مبروك. شكرا بهذه الصور، ودعكم على أمل لقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله تعالى. إلى اللقاء.